3 أخطاء بنعملهم ونرجع نشتكي من اللحمة. الخطأ الأول قطعًا هو إنك تضطر الجزار يدّيك حتة لحمة حمرا خالص، بلاش تخش على الجزار تقول له ادّيني حتة لحمة حمرا خالص، لو اضطريته لكده هيدّيك ضهر فخدة، هيدّي لك الفكين الأولانيين من الرقبة، هيدّي لك قطعة اسمها الباط بتبقى ناشفة وخشنة جدًا، اطلب منه حتة ناعمة تكون حمرا فيها دسم قليل. تاني غلطة، غلطة السلق. اللحمة يا جماعة ما تتسلقش، عايز شوربة اعملها بحاجة تانية، اطلب نفارة، اطلب حتتين دسمين عشان تعمل شوربة، انما اللحمة لازم تاخد صدمة كويسة جدا وبعد كده تتسوى في المرقة بتاعتها زي ما كانوا بيعملوها، اللي احنا بنسميها تشويح. الطعم اللي فيها ينزل في الخضار والطعم اللي جواها يستقر جواها، ولما تيجي تاكل تلاقي طعم اللحمة بتاعت زمان. بلاش سلق كتير، السلق كتير بيفقد اللحمة الجوس اللي جواها، النسبة اللي جواها، وبتبتدي تنشف وبتيجي تاكلها بتلاقيها مفتلة وملهاش طعم. الخطأ التالت، عندنا مشكلة في موضوع التسوية، احنا معتقدين ان اللحمة كل ما تقعد على النار زيادة كل ما تنعم وتطرى. لا، مش كل القطع، في قطع كده لان هي فيها جيلاتين من جوه زي الموزة واللوحة، ممكن لما تزود عليها السوا شوية الجيلاتين ده بينعم قوي يفكك النسائل من بعضها، انما في قطع تانية لا نهائي. الخطأ ده بيقع فيه ناس كتير قوي في تسوية الانتركوت ستيك او السيرلوين ستيك زي ما بنسميه، يبتدي يديها صدمه تمام، بعدين يبتدي يسوي زياده عن 10 دقائق، زياده عن ربع ساعه، تبتدي تنشف،